فكرتوا قبل كده ليه في ناس بتفضل تقضي أمسية هادية مع كتاب بدل ما تخرج مع أصحابها؟ الموضوع ده مش مجرد اختيار بسيط، لأ، ده لغز أعمق بيكشف كتير عن طبيعتنا البشرية. خلونا نكتشف مع بعض أسرار حب الخلوة بالنفس. وهنا بقى بنشوف التناقض العجيب. لناس كتير فكرة إنهم يكونوا لوحدهم دي عاملة زي صحراء فاضية، مكان لازم يهربوا منه. والناس تانية هي واحة خضراء، مكان بيدوروا عليه عشان يرتاحوا ويجددوا طاقتهم. طيب إيه السبب ورا الاختلاف الكبير ده؟ هل هو مجرد فرق في الشخصيات ولا في حاجة أعمق بتحصل جوانا؟ ده السؤال اللي هنحاول نلاقي له إجابة. عشان نفهم القصة دي لازم الأول نعيد تعريف يعني إيه الواحد يكون لوحده. الموضوع مش بس غياب الناس من حوالينا، لا، ده حضور قوي لحاجة تانية خالص. ومهم أوي نفرق هنا. الشعور بالوحدة ده إحساس مؤلم زي العطش في الصحراء، أما الخلوة بالنفس فدي زي ما تكون بتشرب كوباية مية صافية في مكان هادي، بتروي الروح وبتخلينا نتواصل مع نفسنا بشكل عميق. لما بنكون لوحدنا بنتحرر من الدوشة اللي حوالينا ومن توقعات الناس، وفي الهدوء ده عقلنا بيبدأ يشتغل بصفاء ووضوح، وده شيء شبه مستحيل وسط زحمة الحياة اليومية. تخيلوا معايا كده، مفيش غير الواحد وأفكاره بس. دي مساحة صافية تماما، ما فيهاش أي مقاطعات، وتقدر فيها تسمع صوتك الداخلي بجد. طيب الهدوء والصفاء ده كلام جميل، بس إزاي بيتحول لحاجة عملية في حياتنا؟ الموضوع أكبر من مجرد هدوء. أوقات كتير الخلوة دي بتتحول لملاذ آمن. كلنا مع الوقت بنكتشف حقيقة ممكن تكون صعبة شوية. مش كل علاقاتنا الاجتماعية بتدينا طاقة، بالعكس في أشخاص وعلاقات ممكن تستنزف طاقتنا تماما وتسيبنا حاسين بالإرهاق. وفي اللحظات دي بالذات الخلوة بالنفس بتتحول لملجأ، مساحة هادية وآمنة بنرجع لها، بعيد عن العلاقات اللي بتستهلكنا والدوشة العاطفية اللي حوالينا. بس الموضوع مش مجرد حماية وخلاص. الخلوة دي ممكن تكون كمان أرض خصبة لحاجة أكبر بكتير، هي المكان اللي بتتولد فيه الأفكار العظيمة. لو بصينا في التاريخ، من نيوتن وهو تحت شجرة التفاح لأينشتاين وهو بيتخيل نفسه راكب على شعاع ضوء، التاريخ بيقول لنا دايما إن أعظم الإنجازات البشرية بتتولد في لحظات من التأمل الهادي والشغل المنفرد. المفكرين العظماء دول فهموا حقيقة أساسية: عشان تفهم العالم اللي حواليك لازم تبعد عنه شوية. وفي البعد ده مش بس بيكتشفوا أسرار الكون، دول بيكتشفوا أسرار نفسهم كمان. كل ده بيوصلنا لنقطة مهمة، وهي إننا محتاجين نغير طريقة تفكيرنا في موضوع الخلوة ده خالص. بدل ما نشوفها كأنها غياب لحاجة، إيه رأيكم لو شفناها كأنها دعوة؟ يعني بدل ما نتعامل مع الخلوة على إنها مشكلة محتاجة حل، ممكن نغير نظرتنا ليها تماماً. هي مش فراغ لازم نملاه، لأ، دي مساحة غالية وهادية بنرجع فيها لجوهرنا، المكان اللي بنعيد فيه الاتصال بعالمنا الداخلي وبنفتكر إحنا مين بجد. وده بيخلينا نسأل سؤال أخير ومهم جدا: هل الخوف من الخلوة هو اللي بيبعدنا عنها؟ ولا يمكن إحنا بس لسه ما اكتشفناش الكنوز والمتعة اللي هي مخبياها؟ يمكن جه الوقت نكتشف.